السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عندنا بقى النهارده افكار حلوه جدا من حاجات ما نتخيلش خالص ان هي ممكن يطلع منها حاجه نستفاد بيها. اول فكره بقى عندنا النهارده هستخدم فيها كده مقشه قديمه زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي كده ان انا اجيبها واشيل بس منها كده الشعر اللي بيكون فيها باي حاجه تكون عندي. هيتشال معانا سهل جدا، ما نقلقش خالص. وبعد كده هبتدي ان انا استخدم غطيان. كل بس اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا اجي من فوق هنا وهبتدي ان انا اثبت كده الشمع بتاعي، وبعد كده هجيب الغطا ده وهبتدي ان انا اثبته عليها من فوق. حطوا بقى لايك جميل زيكم. تعالوا بقى نكمل الافكار بتاعتنا. الغطا اللي انا استخدمته في النص هنا اللي هو الاحمر ده بتاع ازازه زيت كبيره، وهستخدم كمان غطيان ازايز بيبسي. كل بس اللي احنا هنعمله كده في الغطيان دي ان انا هاجي، وكل برضو اللي احنا هنعمله فيها ان انا هجيب القطر او حتى كمان مقص، مفيش مشكله، بس على فكره القطر هيكون اسهل بكتير. وهبتدي بس كده ان انا اعادي 3 وحدات من اللي جوه ده. هي مش باينه قوي بس طبعا اكيد كلكم هتشوفوها لما تمسكوها بايديكم. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقطع ال3 وحدات دول بالقطر اللي معايا زي ما احنا شايفين مع بعض. مش عايزين اكتر من كده. ده بقى الشكل اللي احنا محتاجين نوصل له. كده عملنا الجزء ده، وبعد كده هبتدي برضو ان انا هجيب القطر بتاعي وهفرغ بقى الجزء اللي هيكون طبعا في النص، برضو ما احناش محتاجينه خالص. حلو بقى الكلام لحد هنا. زي ما احنا شايفين هتلاقوها كده بتقطع معانا سهل جدا، وهو ده هيكون شكلها. طيب بعد ما خلاص فرغناها بقى والدنيا كلها تمام، هبتدي كده انا اعمل منها كذا واحده. وكل بقى اللي احنا هنعمله فيها بعد كده ان انا هبتدي بقى ان انا اجيب هنا المسدس بتاعي. بس اول حاجه هعملها هبتدي بس ان انا اشيل الستيكر ده، ما احناش اكيد محتاجينه خالص. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب مسدس بقى بتاعنا زي ما قلنا، ونحط كده نقطتين شمع كده محترمين. ولازم يكون المسدس بتاعنا سخن جدا علشان الشمع بتاعنا يطلع كده سايح، وكمان يمسك معانا كويس قوي. وكده خلاص ثبتنا اول واحده والدنيا كلها تمام لحد هنا. هبتدي برضو ان انا اسيب كده فراغ بسيط، وبعد كده هبتدي ان انا اثبت برضو الواحده التانيه برضو بنفس الطريقه. نضغط بقى كويس جدا علشان برضو تثبت معانا كويس جدا. كده خلاص ثبتنا 2. نروح بقى دلوقتي الناحية التانية على طول، وبرضو هبتدي انا اثبت ال2 التانيين بنفس الطريقة. ممكن على فكرة جدا ان انا استخدم مسمار اللي بيكون بارومة، برضو هيكون حلو جدا، ونثبت الجزء ده بمفك. لو احنا طبعا ما عندناش مسدس شمع. كده خلاص ثبتناهم والدنيا كلها مظبوطه لحد هنا. بعد كده هبتدي ان انا ارشهم بقى بسبراي فضي، ومش هتاخد برضو مننا وقت ولا اي حاجه. وهو ده بقى هيكون الشكل اللي عندنا. وبعد ما خلاص بقى ثبتناهم، ما تيجوا بقى دلوقتي كده نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. انا علقتهم كده في باب المطبخ من جوه زي ما احنا شايفين مع بعض. فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي، وهتلم لنا بقى كل الحاجات اللي بتكون مكركبه عندنا. ومحدش خالص برضو هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. ودي كانت اول فكرة عندنا النهاردة. حطوا بقى كده لايك جميل زيكم، وتعالوا بينا بقى دلوقتي ندخل بايدينا اليمين على تاني فكرة عندنا النهاردة. وتاني فكرة بقى عندنا النهاردة هستخدم فيها برضو كده مقشة كانت قديمة عندي. عايزة اقول لكم كده ان انا بركنهم، وبعد كده ممكن جدا بقى ان انا افكر في اي فكرة ليهم. شلنا برضو كده الشعر اللي بيكون فيها، وبرضو بنفس الطريقة. وبعد كده هبتدي انا اجيب قطعة كرتون، وثبت هنا طبعا الكرتونة بتاعتي بالشمع. وبعد كده هشيل بقى كل الزيادة اللي عندي. بعد كده هستخدم الاستيكر ده حلو جدا، وكمان برضو زي ما احنا شايفين بيمسك معايا كويس قوي. ممكن على فكرة برضو ان انا استخدم اي ستيكر تاني واي لون تاني انا حباه. عندي هنا بقى زيادة مش عايزاها خالص، هبتدي كده ان انا اقصها بالمقص بتاعنا، وبرضو ابتدي انا اثبت. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجي هنا، واول حاجة هعملها هحط كده خط من الشمع، وبعد كده هستخدم بقى حبل الخيش. هيليق جدا على طبعا لو احنا مستخدمينها، وكمان برضو هيكون شكله حلو قوي. هعمل كده اول حاجه كاطار زي ما احنا شايفين مع بعض من الناحيه دي، وبعد كده هروح برضو الناحيه التانية وبرضو بنفس الطريقه هبتدي ان انا اكمل. وبعد ما خلاص بقى ثبتنا الحبل بتاعنا، ده هيكون بقى الشكل اللي عندنا. بس نقفل بقى كويس الجزء ده، والزياده اللي عندي طبعا هبتدي ان انا اشيلها. وممكن بقى نعمل زي ما انا عملت كده ان انا اعمل كذا صف او كذا خط من الحبل اللي معايا علشان تديني طبعا شكل احلى واحلى، وما تظهرش بقى خالص هي كانت ايه. فهنا عملت 3 وهو ده هيكون شكلها. جبت كمان هنا برطمانات من البرطمانات اللي بتكون عندنا، اكيد طبعا بتبقى موجوده كده في كل بيت. هبتدي اول حاجه ان انا اثبت طبعا هنا الجزء بتاع الستيكر اللي معايا في النص. الستيكر ده بيتباع عند المحلات بتاعه الادوات المنزليه، ومتوفر جدا جدا وكتير قوي قوي، فطبعا رخيص مش غالي ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين من فوق هنا هبتدي ان انا استخدم حبل الخيش اللي احنا استخدمناه برضو في الجزء اللي كان قبل كده علشان الدنيا كلها تكون لايقه على بعضها.
لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا كده وبتحبي الاعمال اليدويه، انزلي كده حط لايك جميل زيك، وكمان برضو اكتبي لي كده في التعليقات ان انت بتحبي تعملي الاعمال اليدويه او حتى كمان برضو بتحبي تتفرجي عليها. ثبت الحبل بتاعي من فوق وكمان من تحت، وهنا عملت برطمانين الاتنين نفس الشكل. بعد كده هبتدي ان انا اجيبهم واثبتهم كده، واحد الناحيه دي وكمان برضو واحد الناحيه التانية. تعالوا بقى دلوقتي نحط هنا كام وردة كده علشان الشكل عندنا يكون أحلى وأحلى، وهستخدمه بقى كمنظم بالشكل ده. ممكن نحط فيه أي حاجة إحنا حابينها، ممكن طبعا برضو نحطه في الحمام ونحط فيه فرش أسنان والمعجون. حطوا بقى كده لايك جميل للفكرة اللي فاتت، وتعالوا بينا دلوقتي بقى نروح للفكرة اللي معانا دي. ودي بقى فكرة حلوة جدا وكمان برضو عملية قوي. أول حاجة هنا جبت غطا علبة صلصة أو أي غطا متوفر عندي. طيب ما عنديش الغطيان دي، ممكن جدا إن أنا أستخدم قطعة كرتون كده تكون محترمة، وابتدي إن أنا أمشي برضو بنفس الخطوات اللي هعملها. كان عندي هنا بقى بواقي قماش زي ما احنا شايفين، فبرضو هبتدي ان انا استغلها واستخدمها. طبعا احنا ما بنرميش اي حاجه، لان كل حاجه ممكن جدا نعمل بيها افكار بعد كده. هنا بقى عندي زيادة كده هبتدي ان انا امشي بس عليها بالمقص، لان اكيد برضو ما احناش محتاجينها ومش محتاجين برضو ان اي حاجة تكلكع معانا. شايفين بقى هنا كان فيه تقريبا كده حوالي سنتي فسيبته، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبته بالشمع كويس جدا. وبعد كده هحط بقى الشمع بتاعنا كده بشكل عشوائي، وبعد كده بقى قطعة قماش كده محترمة، واثبت بقى طبعا الجزء ده علشان يكون شكلها حلو من ناحية دي وكمان برضو من الناحية التانية. والزيادة دي بقى هبتدي ان انا برضو امشي عليها بالمقص علشان كل طبعا القطعة بتاعتنا يكون شكلها حلو. عندي هنا بقى العلبة دي بتاعت علبة برضو صلصة او فول تقريبا مش فاكرة. ما عندناش ممكن جدا برضو نستخدم برطمان، مفيش مشكلة خالص. اول حاجه غلفته كده بالجزء بتاع قطعه القماش اللي كان معايا، وطبعا الزياده دي هبتدي ان انا انزلها كده ناحيه تحت علشان الشكل عندنا يكون مظبوط. وبعد كده هثبتها كويس جدا بالشمع بتاعي، واكيد الجزء ده مش هننساه، فهنحط برضو عليه قطعه قماش، وبعد كده نفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها برضو الغطا هثبت القطعة التانية. طيب الجزء بقى اللي في النص ده هسيبه كده؟ لا اكيد طبعا برضو هبتدي ان انا اثبت فيه قطعة تانية من القماش علشان الشكل عندنا يكون حلو. وبعد كده هجيب قطعة صغيرة واثبتها بقى من تحت كده علشان كل بقى الجزء بتاعنا يكون متداري بالقماش اللي معانا. بعد كده بقى هبتدي استخدم برضو حبل الخيش زي ما احنا شايفين، هيدينا شكل حلو جدا. حطيت اول حاجه كده جزء فوق، وكمان برضو هبتدي انا انزل تحت، وبرضو بنفس الطريقه هبتدي انا اثبت جزء تاني كده تحت. ما ننساش بقى الغطا اللي احنا عملناه في الاول خالص، هبتدي ان انا اجيبه واثبت بقى الجزء اللي احنا عملناه كده بالشكل ده. وعلشان بقى الدنيا عندنا تظهر اكتر واكتر، فهعمل كده كاطار برضو من الحبل الخيش اللي معايا، وهاجي هنا من الجنب واحط كده برضو كذا ورده علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى. ممكن نحط لولي او ممكن نحط اي حاجه تانية احنا حابينها. جبت هنا كمان حلقات الستاير وغلفتها هنا بخيط خيش، وبعد كده هثبت واحده الناحيه دي وكمان برضو واحده الناحيه التانية، هتديها شكل حلو قوي. وده هيكون شكلها. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها في ايه. هستخدمها كمنظم بالشكل ده، فكرته حلوه جدا وكمان عمليه قوي، وممكن طبعا نحط فيه اي حاجه احنا حابينها. حطوا لايك جميل بقى زيكم. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. وزي ما احنا شايفين مع بعض هستخدم فيها اي علبه تونه تكون عندي. جبنا هنا بقى علبه التونه وغسلناها كويس، وبعد كده غلفناها زي ما احنا شايفين مع بعض كده بستيكر ذهبي. الستيكر ده هيدينا شكل حلو قوي زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده عملت واحده تانية برضو بنفس الطريقه. هاجي هنا بقى من فوق زي ما احنا شايفين، وهنحط بقى الشمع بتاعنا بالطريقه دي. وبعد كده هجيب الواحده دي بقى هبتدي ان انا اثبتها عليها علشان الاتنين دول يكونوا حاجه واحده. وبعد ما خلاص ثبتناها والدنيا كلها تمام، هاجي بقى من فوق هنا وهبتدي انا اثبت الاستراس ده حلو جدا، وهيظهر لي بقى الدنيا اكتر واكتر. ممكن كمان استخدم اي شريط تاني انا حباه، مش لازم خالص نلتزم بحاجة معينة. كده خلاص ثبتنا اول جزء، وبرضو الجزء ده هبتدي ان انا برضو اثبت فيه جزء تاني من الاستراس اللي معايا، هيدينا برضو شكل احلى واحلى. وكده خلاص عملنا اتنين. عشان بقى الدنيا كمان تكون لايقة اكتر واكتر وكمان ظاهرة اكتر واكتر، حبيت برضو ان انا اثبت جزء كده من تحت. وده هيكون الشكل بتاعنا لحد دلوقتي. هاجي بقى هنا علشان بقى اكسر اللون الذهبي اللي عندي ده، وهبتدي ان انا اثبت هنا شريط لولي، هيدينا شكل حلو جدا. وزي ما قلنا هيكسر لي بقى اللون الذهبي اللي معايا. هثبت كده طبعا داير ما يدور، وبعد كده هبتدي برضو ان انا اطلع فوق، ونفس الفكرة برضو هبتدي انا اثبت جزء تاني من الشريط اللولي. وبعد ما خلاص بقى ثبتنا اللولي بتاعنا والدنيا كلها مظبوطه لحد هنا، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجي زي ما احنا شايفين واقلب بقى دلوقتي الجزء بتاع العلب بتاعنا ده، وهبتدي انا استخدم هنا بقى اللولي ده، هيدينا شكل حلو جدا واكيد برضو هيليق جدا على اللولي اللي احنا كنا مستخدمينه قبل كده.
هثبت 2 الناحية دي وكمان برضو 2 الناحية التانية. كان عندنا بقى مصفة حوض مانيش محتاجاها، هبتدي كده ان انا احطها بالشكل ده، وتعالوا بقى نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. كده كده على فكرة مصفة الحوض مش هيحصل لها اي حاجة، يعني ممكن نستخدمها وبعد كده برضو نرجعها تاني. شايفين قد ايه شكلها حلوة جدا ومحدش برضو خالص هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. هستخدمها بقى كمبخرة بالشكل ده، فكرتها حلوة جدا وكمان بسيطة قوي. ممكن طبعا نغير الالوان برضو زي ما احنا حابين. ممكن بقى نغير الاستراس ده ونعمله فضي او نعمله اي لون تاني احنا حابين، وكمان برضو نغير الاستيكر مفيش مشكلة خالص. حطيت بقى كده الفحم في النص وبعد كده حطيت البخور فوقيها، وعايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا جدا، وزي ما احنا شايفين مع بعض كمان شكلها حلو قوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه لو انتم النهارده لسه مره بتشوفوني، وطبعا هستنى تعليقاتكم الجميله واسيبكم في حفظ الله وامنه.